السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم كابتن سيد النسر مدرب منتخب مصر بطل العالم في كمال الأجسام والقوام الأفضل. النهارده يا جماعة معايا معلومة سريعة كده إن شاء الله تفيد الكل. حابين نوصلها للناس. أي حد بيكون معاه جدول تدريبي أو نظام تمرين ماشي عليه، سواء النظام ده كان بيجي يعمل عضلة أو عضلتين في اليوم، أو بيعمل أماميات أو بيعمل خلفيات، أو نظام الكارديو اللي هو ماشي عليه، أيا كان. حابب اقول نصيحه ان شاء الله الكل يستفيد منها. اولا النهارده لما يبقى معاك البرنامج التدريبي بتاعك، والنهارده المفروض يبقى عليك تمرين وتنزل الجيم، بس انت يومك كان ما كانش طبيعي، يعني كان فيه ارهاق وكان فيه تعب، كان فيه قله نوم، الجسم مش مؤهل ان هو يتمرن، وما تجبرش جسمك على التمرين، فده مش هيبقى في صالحك. يعني لو انت نزلت التمرين وانت النهارده مجبر عليه، بيبقى نسبة الهدم ونسبة الكاتابوليك بتكون عالية جدا. في نفس الوقت الاستشفاء العضلي بياخد وقت. لو انت جيت على جسمك وجيت على عضلاتك، فالنتيجة ما بتكونش كويسة. الافضل ليك ان انت تريح، والعكس صحيح. النهاردة ممكن يبقى عندك يوم راحة، اليوم ده برضو مكتوب لك في الجدول ان انت النهاردة ما عندكش تمرين، وانت نايم كويس ومستعد كويس ومفيش تعب في عضلاتك. لو نزلت الجيم هتستفيد اكيد، لان جسمك مؤهل لده. حبينا نوصل المعلومه دي، هتفرق مع الناس كتير جدا. يعني لما دايما تسمع جسمك وعضلاتك لازم تحس بيها، وما تجيش عليها، لان ده مش مظبوط. يعني لو انت مجهد ونزلت الجيم عمرك ما هتستفيد. وده ولو حصل ونزلت واتمرنت غصب عنك، زي ما قلت هيبقى في اجهاد شديد، والاجهاد ده هينعكس عليك بالسلب. زي ما قلت الهدم هيبقى عالي، مفيش افاده، العضلات مش هتكون يحصل فيها اي تطور، بالعكس هيبقى في حمل زايد، وده مش هيكون في صالحك. حبينا نوصل المعلومه دي سريعا. دمتم بخير، ان شاء الله انتظرونا معلومات جايه كتير. السلام عليكم.